فيل ضخم كالجبل، وجيش لا يعد ولا يحصى، وبيت الله الحرام، فكيف دمرهم طير صغير؟ إبرهة الأشرمي حاكم اليمن بنى كنيسة ضخمة ليصرف الناس عن الكعبة، فلما عصوه أقسم ليهدمها. والله يا إبرهة لا تصل إلى البيت، له رب يحميه، ارجع قبل أن تهلك. أنا سأريهم، سأجعل الفيل يدوس الحرم، ولن يبقى حجر على حجر في هذا البيت. كيف يا شيخ؟ من أنت؟ وكيف تجرؤ على طلب الدخول إلى سيد الحبشة؟ ألا تعرف من هو إبرهة؟ أنا عبد المطلب بن هاشم سيد قريش وضيف إبراهة اليوم. قل له شيخ الحرم يقف على بابك. هذا هو سيد قريش؟ ظننتك ستأتي تطلب مني الرحمة للبيت، لكنني سمعت أن عندك طلبا غريبا. نعم، جيشك أخذ 200 بعير لي، أريدها مردودة، هذا حقي، أما البيت فله رب يعميه. يا شيخ، أتحدثني عن بعير وأنت تعلم أنني جئت لهدم بيتك الذي هو دينك؟ ألا تدافع عنه؟ أما الإبل فلي، وأما البيت فله رب، وهو سيمنعك منه. أنا لا أملك حماية الحجارة. هذا الرجل ليس مجنونا، بل يعرف شيئا لا نعرفه. خذ إبلك يا شيخ، أنا كريم، لكن غدا سأريك. سأدخل مكك ولو بكرة الفيل، ولن يبقى حجر على حجر. إني عائذ برب هذا البيت أن يخسف بك وبجيشك، سترى غدا عندما تأتي. لا تنس وصيتي. فخرج عبد المطلب راضيا، رد الله إبله، لكن قلبه كان في السماء، كان يعلم أن الفيل سيركع. فلما وصلوا إلى حدود الحرم، أمر إبرهة الفيل بالتوج إلى الكعبة، ولكن الفيل رفض وبرك على الأرض. يا سيدي، الفيل يرى شيئا لا نراه، هناك حجارة في السماء، ارجع بنا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ما هذه الحجارة؟ تحرق الجلد وتأكل اللحم. سمعت امترارا يا إبرة. لم تكن حجارة عادية، كانت من سجيل. كل حجر يصيب جنديا فيذوب جسده كالورق في النار. إله موسى
موسى وعيسى إله إبراهيم أنت الفاعل هذا بي؟ أنت القوي يا رب؟ لم ينج منهم إلا من لم يرفع رأسه إلى السماء، وأصبح جيش الفيل كالتبن تأكله الدواب. يا رب البيت، أنت حميته ولم تحتاج إلى جندين ولا سلاح، أنت الأقوى يا الله. في ذلك العام بالذات، عام الفيل، ولد أشرف الخلق محمد بن عبد الله، وكانت هذه أول معجزة تحمي موليده. فمن يرد الله به سوءا يهلكه، ومن يرد به خيرا يحفظ، فاحذر أن تكون مثل صاحب الفيل. إذا أعجبك هذا المحتوى وتريد المزيد من القصص المذهلة والمعلومات الشيقة، لا تنسى الاشتراك في القناة. اضغط على زر الإعجاب لدعمنا وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد فور نشره. دعمك هو الذي يجعلنا نستمر في تقديم محتوى أفضل وأقوى. انضم إلينا الآن وكن جزءا من رحلتنا.